ابتداء من مطلع العام القادم منظومة جديدة لتدبير بطاريات السيارات المستعملة. أي شخص يمتلك سيارة ويرغب في اقتناء بطارية جديدة لسيارته هو ملزم أولا بإحضار بطاريته القديمة. إذا تعذر عليه الأمر فهو مطالب بترك وديعة. الخطوة هنا ببعد بيئي خالص لتفادي عشوائية تدبير أزيد من 700 ألف بطارية مستعملة في السنة في بلادنا. وتفاصيل معك عبد الفتاح مؤمن. اعتاد هذا الشاب بيع البطاريات المستعملة لصاحب محل لبيع البطاريات الجديدة. هي طريقة ضمن أخرى للتخلص من بطاريات السيارات المستعملة، علما أن الكثيرين يتركونها مهملة في الطبيعة وحتى في المنازل. كنبيعو ليه وكيعطيني الثمن ديالو، كيعطيني واحد اخر جديد. هو اللي شرى عندي، شرى عندي ب 80 درهم. بالنسبه للبطاريات اللي كناخذوا عند الناس كنعاود نبيعهم، يعني الناس اللي كيعاود يبيعهم حتى هما، يعني كما قلت لك، يعني النوبه الاولى كاينين الناس اللي كيدوروا صحاب الهوندات وهذا كيسولوك واش عندك البطاريات قدام، يعني في هذه الحاله كيلقى عندك واحد ولا جوج كتبيعهم ليه. الوزارة المنتدبة المكلفة بالبيئة تعتبر هذه الطريقة للتخلص من البطاريات السيارات ليست كافية لتدبير أزيد من 700 ألف بطارية سنويا بالمغرب، حيث سنت منظومة جديدة لتدبير البطاريات تلزم كل راغب في شراء بطارية جديدة إرجاع البطارية المستعملة. كل مواطن ملي كيجي يبدل بطارية السيارة ديالو فهو من المفروض عليه أنه يجيب البطارية القديمة. إلا ما جابش البطارية القديمة فسيطلب منه أنه يحط واحد الوديعة اللي غيتم التحديد ديالها من طرف الصناع ديال البطاريات السيارات، والهدف ماشي هو الوديعة في حد ذاتها أكثر ما هو أنه يجيب هذيك البطارية المستعملة. يروم القانون الذي سيدخل حيز التنفيذ ابتداء من فاتح يناير القادم تفادي التدبير العشوائي لبطاريات السيارة المستعملة، حيث يتم قذف الحوامض وإشعال النار للتخلص من مادة البلاستيك والحفاظ فقط على مادة الرصاص التي يضطر بالمقابل المنتجون المغاربة استيرادها بالعملة الصعبة. مشروع مهم جدا، يعني وغيضيف إضافة جيدة للقطاع، بحيث أنه غادي يحد من الظاهرة ديال العشوائية في هذا النظام، وغادي يساعد المنتجين باش تكون عندهم المادة الأولية لصناعة البطاريات بكثرة في السوق المغربي، وعدم اللجوء إلى استيراد هذه المادة في الأسواق الخارجية. 3 ملايين سيارة و700 ألف بطارية بالمغرب، أرقام تجعل من القانون الجديد آلية بيئية واقتصادية، خصوصا أنها ستمكن أزيد من 2000 شخص لإيجاد فرصة عمل من خلال معامل التدوير التي سترى النور ابتداء من يونيو القادم.